انتوا متخيلين ان المادة الفعالة الأولية اللي بتستخدم لأكتر علاج فعال في العالم حاليا، اللي من كتر أمانه وفعاليته بيستخدم لكل الأعمار من الرضع للكبار للأطفال للحوامل حتى، وهي مادة الباراسيتامول أو بين قوسين البنادول. واللي كانت المادة دي صحيح هي أثبتت فعاليتها، ولكنها كانت ليها آثار جانبية شديدة، زي إنها بتأثر على الكبد، غير إنها بتسبب ضيق في التنفس، غير إن بتسبب إن الشفايف تبقى لونها أزرق. والمادة الفعالة الأولية دي كانت اسمها الأسيتانيلايد، واللي اكتشفت في القرن ال19 سنة 1877 على يد العالم دكتور هارمور نورثورب. وصحيح إن هي كانت فعالة، ولكن مع الأعراض الجانبية دي قرروا إن هم يوقفوا استخدامها، ولكن كانت الأبحاث شغالة عليها. وفي نفس الوقت ظهرت مادة جديدة، وهي مادة الأسيتايل ساليسيليك أسيد، أو معروفة باسم الريفو أو الأسبرين، واللي أثبتت فعالية وكفاءة في خفض درجة الحرارة وكمان تسكين الصداع. وده خلى الشركات ما تهتمش بمادة الأسيتانيلايد، مع أنه في سنة 1893 كانت الأبحاث وصلت أخيرا لمادة الباراسيتامول، ولكن للأسف ظلت في طي النسيان لحد سنة 1946، واللي قرر العلماء ان هم يشوفوا مسكن وخافض حرارة أأمن من الأسيتايل ساليسيليك أسيد أو المعروف باسم الريفو. وهنا قررت الشركات ان هي تعيد ابحاثها تاني على مادة الباراسيتامول عشان يتأكدوا من مدى فاعليته ومدى معدل امانه، واشتغلوا عليه كابحاث في شركة ستراسبورغ في الولايات المتحدة الامريكية، لحد ما في سنة 1955 ال FDA وافقت على استخدام مادة الباراسيتامول، وكمان صنفته كأأمن علاج ممكن تستخدمه لكل الأعمار ومن غير وصفة طبية. وسبحان الله، من مادة فعالة أولية ليها أعراض جانبية خطيرة لحد ما وصلنا لحد الباراسيتامول اللي أأمن علاج بنستخدمه لكل الأعمار كخافض الحرارة وكمسكن. وكل ده يرجع لتوفيق ربنا أولا، ثم إصرار العلماء على إن هم يشتغلوا على أبحاثهم لحد ما يوصلوا لأأمن علاج في العالم، وهو الباراسيتامول أو البنادول. وبس كده، كان معكم دكتور محمد عبد المطلب في قصص طبية. ولو انت استفدت من الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش من دعواتكم.